ناس كتير طلبت مني اتكلم عن مصر في عصور مختلفة عدت عليها، من اول الفتح الاسلامي على ايد عمرو بن العاص لحد حكم اسرة محمد علي باشا الكبير. وفعلا عدى علينا عصور كتير، لكن اهمهم واللي اثر في حياة المصريين وعلى بعض سلوكياتهم الاجتماعية هو العصر الفاطمي. ليه بقى العصر الفاطمي؟ لان اللي حكموا مصر في وقته يعتبروا من اشهر الحكام، زي مثلا الحاكم بامر الله، واللي بيتضرب به المثل لو حد متشدد في الراي وبيتقال له هو انت الحاكم بامره. الراجل ده كانت شخصيته غريبة ومتناقضة، ده وصل بيه الحال انه منع الناس من اكل الملوخيه. والحاكم التاني هو المستنصر بالله، واللي حصل في عهده جفاف شديد في النيل، وبسببها حصلت مجاعه فضلت مستمره 7 سنين. المجاعه دي اتسمت الشده المستنصريه نسبه للمستنصر بالله، واللي حصل فيها ان التعداد السكاني للمصريين قل جدا بالملايين، وده بسبب ان الناس من الجوع فضلت تاكل الحيوانات الصاحيه وكمان الميته، لدرجه ان هم بداوا يصنعوا الخطاطيف والمصايد عشان يصطادوا الحيوانات وكمان البني ادمين. لكن كمان العصر الفاطمي دخل علينا حاجات ايجابيه كتير، زي بعض الاكلات المشهوره وخاصه في المناسبات الدينيه، زي مثلا لقمه القاضي والكنافه والقطايف والفوانيس في رمضان. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس.